رسميا نادي النصر السعودي بيذبح برشلونه وبيفوز في الصراع على الكرواتي بروزوفيتش. الكرواتي يوقع للنصر السعودي بعقد يمتد الى 2026 قادما من انتر ميلان الايطالي. يلا بينا نعرف اخر تطورات صفقات الدوري السعودي. ورسميا الحارس السنغالي ادوارد مندي الى الاهلي السعودي قادما من نادي تشيلسي الانجليزي، حارس مرمى بشخصيه كبيره. ورسميا فيرمينيو الى الاهلي السعودي بعد حتى 2026 في صفقه انتقال حر قادما من ليفربول الانجليزي، وده حسب فابريزيو رومانو. وبعد ما نادي الاتحاد السعودي حسم صفقتي كريم بنزيما ونجولو كانتي، رسميا يحسم صفقه التعاقد مع جواو فيليب جوتا لاعب نادي سيلتيك الاسكتلندي، وده حسب صحيفه سبورت 24. اما عن نادي الهلال فرسميا يحسم صفقتي السنغالي خالدو كولوبالي من نادي تشيلسي والبرتغالي روبن نيفيز قادما من ويلفرهامبتون الانجليزي لمده 4 سنوات. رسميا نادي الاتفاق السعودي يعلن تعاقده مع المدرب ستيفن جيرارد لتولي قياده الفريق. اما عن الصفقات المنتظره فحكيم زياش على بعد خطوه واحده علشان يزامل كريستيانو رونالدو في النصر. ورسميا السعوديه تواصل الحرب على اوروبا، فهل هتكتفي السعوديه بهذا الميركاتو ولا هيكون لسه في صفقات كتير جايه؟ سجون اسبانيا تستعد لاستقبال نجم جديد. صامويل ايتو مهدد بالحبس. الكاميروني واسطوره نادي برشلونه واللي حاليا هو رئيس الاتحاد الكاميروني لكره القدم معرض للسجن حسب صحيفه سبورت الاسبانيه، واللي اكدت ان السبب هو ان ايتو لم يلتزم بحكم المحكمه بدفع نفقه تبلغ 1400 يورو شهريا لابنته إريكا دوروزاريو، واللي اعترف بيها اخيرا في فبراير 2022. الفتاه البالغه من العمر 23 عام قررت انها ترفع دعوه جديده ضد ابوها ايتو، وطلبت انه يتعرض للسجن لمده سنه. جحده اول بت دي لعدم دفع نفقتها لمده 5 سنين. فهل تتوقع ابو الكباتن ان ايتو يتسجن فعلا؟ 3 لاعبين من ليفربول هنخلص الريدز منهم، هنمشيهم يعني، في المقابل هنبدلهم ب3 لاعبين هيفيدوا الفريق جدا، وده هيكون مجرد وجهه نظر ملهاش علاقه بالواقع خالص. اول لاعب هنشيله من ليفربول هو جو جوميز، لاعب مش مؤثر قوي في ليفربول. وهنشيل من نص الملعب هندرسون، خلاص بقى عظمه كبيره. ولو شلنا من خط الهجوم داروين نونيز اللي بيضيع نص فرص ليفربول اللي بتيجي، مجازفه دي الواد ممكن يجي منه، بس لازم نجيب واحد احسن منه بكتير. صلوا على النبي. في خط الدفاع هنجيب اراخو من برشلونه، حلو ده ويعمل ثنائيه مع فان دايك. وفي نص الملعب هنجيب بيلينجهام من ريال مدريد، دي تبقى دمار. اما بقى في خط الهجوم وبديل داروين نونيز فهنجيب فتى باريس الذهبي كيليان امبابي. خلاص كده شكرا، مبروك على ليفربول كل البطولات. فيا ريت تقولوا لي رايكم، عاوزين نعمل الاختيارات دي تاني على نادي مين؟ اتهام والده امبابي انها السبب انه ما يروحش ريال مدريد لحد دلوقتي للسبب ده. اتهم ايفالومي وكيل اعمال مندي مدافع ريال مدريد فايزه العماري والده امبابي ووكيله اعماله بانها السبب في عدم انتقال ابنها الى ريال مدريد حتى الان بسبب عدم احترافيتها. وقال لومي في حديثه لراديو مونتي كارلو ان والده امبابي مش وكيله اعمال اصلا وما تعرفش حاجه عن المهنه دي، المفروض تروح تتعلم قبل ما تدخل في المجال ده. وانتشرت اخبار ان فايزه العماري هتنشئ شركه وكاله اعمال لتمثيل اللاعبين. احنا كده بنضيع حضرتك. واختارت المغربي اشرف حكيمي وصديق ابنها المقرب، وده اغضب وكيل اعماله الاساسي واتهمها بمحاوله سرقته. وقال لومي انك تعتني بابنك ده امر، وانك تمثلي عشرات اللاعبين ده امر تاني خالص، وان لو كان عند امبابي وكيل اعمال حقيقي كان زمانه مع ريال مدريد من سنتين، مش بيلعب في باريس لحد دلوقتي وتعبان نفسيا ونفسه يخرج من الفريق. فهل فعلا يا ابو الكباتن فايزه العماري هي السبب؟ وبس كده، شكرا ليكم جدا على المشاهده. اوعى تنسى اللايك والفولو والاشتراك علشان يوصلك كل الاخبار الجديده، واشوفكم الحلقه الجايه.